السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال مس عايدة. أبطال الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الدرس الثالث في التاريخ، ونقول أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد الهرم المدرج الموضح بالصورة المقابلة إحدى مراحل تطور بناء المقابر المصرية قديما، والذي ظهر خلال حكم، طبعا هنا الهرم المدرج يبقى خلال حكم الملك زوسر. أي من المعابد التالية قامت الملكة حتشبسوت ببنائها؟ طبعا معبد الدير البحري. تحقيق تعامد الشمس مرتين في العام على وجه تمثال رمسيس الثاني يدل على تقدم المصريين في علمي، طبعا عايز 2: طب وكيمياء، هندسة وفلك، فلك وحساب، هندسة وكيمياء، طبعا بناء يعني هندسة والفلك. تمام. 4: قسم المصريون القدماء السنة إلى 3 فصول لخدمة النشاط طبعا الزراعي. التحنيط سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة ودليل على براعتهم برضو في علمين إيه؟ فلك وحساب، طب وكيمياء. الطب والهندسة ولا كيمياء وحساب؟ طبعا كان طب، اللي هي كانت التحنيط كان في علم الطب، وطبعا المادة اللي بيحطوها دي طبعا كيمياء. نجح المصريون القدماء في تخليد براعتهم في علم الهندسة من خلال بناء المساكن ولا الرسم على الجدران، مقابر ومعابد، النقش على الحجر، طبعا المقابر والمعابد. يعد العامل المؤثر في تطور بناء المقابر عند المصري القديم الاعتقاد طبعا بالبعث والخلود. برع المصريون القدماء في علم الحساب، وتمثل ذلك طبعا في ايه؟ هيبقى معانا تنظيم البيع والشراء، علم الحساب. أثبت المصري القديم تساوي الليل والنهار نتيجة براعته في علم، طبعا تساوي الليل والنهار، فلك. أي من العلوم الآتية لعبت دورا رئيسيا في بناء معبد الرمسيوم؟ طبعا عايز برضو علمين. معبد الرمسيوم طبعا كان بناء يعني هندسة، وطبعا التعامد هيبقى علم الفلك. تعد أكثر العلوم المستخدمة عند المصريين القدماء في حياتهم اليومية؟ طبعا الحساب. استخدم الفلاح في مصر القديمة بصورة مباشرة علم طبعا الحساب، زي ما قلنا كان في حاجات كتير مشتركة ما بين الحساب والزراعة. من المعابد التي تقدم بها القرابين لآلهة المصريين القدماء؟ طبعا معبد من معابد الآلهة كان معبد الأقصر. تدل الصورة المقابلة على تقدم المصريين؟ طبعا أبو الهول، يبقى فن النحت. استفادت الزراعة من تطور المصريين؟ طبعا لسه قايلين، يبقى عندنا الفلك أو الحساب. استطاع المصريين القدماء من خلال علم ايه تنظيم مياه النيل؟ طبعا برضو الحساب. يدل بناء الأهرامات على تقدم المصريين القدماء في علم الهندسة. من المعابد الجنائزية عند المصريين القدماء؟ طبعا معبد أبو سمبل. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. من العلوم التي برع فيها الفراعنة؟ طبعا عندنا علوم كتير، احنا هنكتب أي علم فيهم، يبقى هنا أنا كتبت الفلك. يعتبر المصري القديم أول من استخدم التقويم الشمسي. نبغ المصريين القدماء في علم الكيمياء فصنعوا طبعا الأصباغ أو الألوان أو الأدوية أو العقاقير، أي حاجة منهم تمشي. نبغ المصريين القدماء في صناعة الأدوية والعقاقير من الأعشاب. بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن، أما المقبرة كانت من الأحجار. صح أو خطأ مع التصويب. قسم المصري القديم السنة إلى 4 فصول؟ طبعا خطأ، بدل 4 تبقى 3. استفاد الفراعنة من علم الحساب في الزراعة والتجارة؟ صح. عرف المصري القديم صناعة الملابس الملونة اعتمادا على الكيمياء؟ صح. 4: اعتمدت الحياة العلمية عند المصريين القدماء على النظريات والفروض الخيالية؟ طبعا هتبقى غلط، لأنهم هم اعتمدوا على العلم والبحث القائم على التجربة. ارتبطت معظم فنون العمارة عند المصريين القدماء بحياتهم الاقتصادية؟ غلط، بالحياة الدينية. أطلق المصريين القدماء على آخر 5 أيام من كل عام النسيء؟ صح. قسم المصريين القدماء السنة إلى 12 شهرا متساوية؟ صح. استخدم المصري القديم المتر كوحدة لقياس الأرض الزراعية؟ غلط، هتبقى بدل المتر هتبقى القدم أو الذراع. استخدم المصري القديم علم الحساب في معرفة كمية المحاصيل؟ صح. توصل المصريون القدماء إلى تشخيص الأمراض وطرق علاجها، دليل على براعتهم في الطب؟ صح. توصل العلم الحديث إلى معرفة سر التحنيط؟ غلط، لم يتوصل.
كانت المساكن في مصر القديمة تبنى من الطوب اللبن، صح. يمثل الهرم المدرج المرحلة الأخيرة من تطور بناء المقابر، خطأ. هتبقى بدل الهرم المدرج هتبقى الهرم الكامل، أو بدل المرحلة الأخيرة هنعملها المرحلة الثالثة. هنصوب يا الهرم يا المرحلة. كانت المعابد الجنائزية مكانا لتقديم القرابين والشعائر للآلهة، طبعا غلط. بدل الآلهة، طبعا بدل الآلهة هتبقى بدل الجنائزية هتبقى معابد الآلهة. آخر حاجة معانا في صح وغلط، استخدام المصري القديم النقش على الحجر في المعابد، طبعا صح. ما المقصود بالمصطلحات الآتية؟ أول حاجة تقويم شمسي، هنقول تقويم اتبعه المصريون القدماء. قبل ما أكمل، لو الصورة معاكم مش واضحة يا ريت تعمل لي التليفون وضع أفقي، اللي هو اضغط على المربع اللي في جنبك ده يكبر معاك الشاشة بالعرض، تمام؟ يبقى تقويم اتبعه المصريون القدماء يقوم على تقسيم السنة إلى 365 يوم، منها 360 مقسمة إلى 12 شهر، كل شهر إلى 30 يوم، وتبقى منها 5 أيام جعلوها أيام أعياد عرفت بأيام النسيء. بعد كده معبد، دار للعبادة كان يستخدمها المصريون القدماء. معابد جنائزية، معابد كان يقام فيها الصلوات وطقوس الجنازة على المتوفي. بما تفسر اهتمام المصريين القدماء بعلم الحساب، هنقول إنجازاتهم بعلم الحساب، هنقول لأنهم استفادوا منه في 1. معرفة مواسم الزراعة. 2. تقدير كمية المحاصيل الزراعية. 3. قياس مساحة الأرض الزراعية عن طريق المتر أو القدم، الذراع أو القدم. 4. تنظيم المعاملات التجارية. 5. تنظيم مياه النيل. 6. حصر غنائم الحروب. 7. تسجيل رواتب الموظفين والجنود. سؤال رقم 2، اهتمام المصريين القدماء بالتحنيط بسبب رغبتهم في الحفاظ على جثث موتاهم لاعتقادهم بالبعث والخلود. رقم 3، بقاء مقابر ومعابد المصريين القدماء حتى الآن وزوال مساكنهم. طبعا هو هنا جايب لك السؤال في شقين، ليه المعابد والمقابر فضلت وليه المساكن لا؟ هنقول لأنهم بنوا المقابر والمعابد من الأحجار، تمام، لذلك ظلت باقية، ده الجزء الأولاني. أما المساكن بنيت من الطوب اللبن لذلك لم تصمد طويلا. يعد معبد الملكة حتشبسوت من المعابد الجنائزية، هنقول لأن الغرض منه أو كان يقام فيه الصلوات وطقوس الجنازة على المتوفي. ما النتائج التي ترتبت على براعة المصريين القدماء في علم الفلك؟ طبعا العلوم، لو قالك بما تفسر، قالك دلل، قالك ما النتائج، الإجابة هتبقى معانا واحدة، هنقول أدى ذلك إلى أن توصلوا إلى 1. معرفة الكثير من مواقع النجوم والكواكب. 2. معرفة التقويم الشمسي. 3. تقسيم السنة إلى 3 فصول زراعية. 4. تقسيم اليوم إلى 24 ساعة متساوية. 5. تحقيق تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام. 2. تقدم المصريين القدماء في علم الكيمياء أدى إلى توصلهم لصناعة الألوان والأصباغ والعقاقير والأدوية من الأعشاب. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. 1. اهتمام المصريين القدماء بالعلم والعلماء، هنقول حيث قاموا بالاهتمام بالعلم القائم على البحث والتجربة. 2. توفير كل الوسائل التي تساعد العلماء على الإبداع في كافة المجالات مثل الفلك والحساب والطب والهندسة وغيرها. 2. استفاد الملك رمسيس من تقدم المصريين في علم الفلك. يعني ايه علاقة الفلك بالملك رمسيس؟ هنقول حيث تتعامد الشمس مرتين في العام على وجه تمثال رمسيس الثاني، مرة يوم مولده ومرة يوم توليه العرش. 3. استخدم المصريين القدماء علم الحساب في النواحي العسكرية، هنقول بقى علم الحساب الجزئيتين الخاصين بالجيش بس، اللي هو حصر غنائم الحروب وتسجيل رواتب الجنود والموظفين. 4. براعة المصريين القدماء في علم الطب، هنقول حيث توصلوا إلى 1. تشخيص الأمراض وطرق علاجها. 2. معرفة التحنيط. 3. معرفة التخصصات المختلفة مثل العيون والجراحة والأسنان والبطنة. 5.
براعة المصريين القدماء في العمارة؟ هنقول حيث ظلت المعابد والأهرامات قائمة حتى الآن تشهد على براعة المصريين القدماء في العمارة. 6. بلغ فن النحت درجة كبيرة من الإتقان؟ هنقول حيث تم نحت الكثير من التماثيل منذ بداية التاريخ على صخور شديدة الصلابة مثل تمثال أبو الهول. ماذا يحدث إذا لو بنى المصري القديم المقابر والمعابد من الطوب اللبن؟ طبعا هنعكس الحقيقة، هنقول طبعا هي المفروض من الأحجار ظلت باقية، يبقى دي إجابة دي بقى لم تظل صامدة حتى الآن. 2. لم يتأثر المصري القديم بالدين في العلوم والعمارة. معانا نقطتين. 1. لم يصل القدماء المصريين القدماء إلى البراعة في الطب والتحنيط. 2. لم يقم المصريين القدماء ببناء المقابر من الحجار. قارن بين المعابد الجنائزية والآلهة من حيث الغرض والأمثلة. المعابد الجنائزية الأول إقامة الصلوات والطقوس على المتوفي زي معبد الملكة حتشبسوت ومعبد الرمسيون. إقامة الشعائر وتقديم القرابين للآلهة زي معبد الأقصر ومعبد الكرنك ومعبد أبو سمبل. حدد العلاقة بين علم التحنيط وفكرة البعث والخلود عند المصريين القدماء. هنقول حيث أن اعتقاد المصريين القدماء بالبعث والخلود أدى إلى توصلهم إلى التحنيط للحفاظ على جثث موتاهم. طيب بعد كده اهتمام الفراعنة بعلم الفلك والزراعة. العلاقة ما بينهم هنقول حيث أدى اهتمام الفراعنة بعلم الفلك إلى تقسيم السنة إلى 3 فصول تتناسب مع الدورة الزراعية. برضو العلاقة ما بين المعتقدات الدينية وبناء أو بقاء المعابد المصرية إلى الآن. هنقول كان اعتقاد المصريين القدماء بالبعث والخلود سببا في بناء المعابد من الأحجار والتي ظلت باقية حتى الآن. السؤال اللي بعده إلى أي العلوم تنتمي أعمال المصريين؟ معرفة الكثير من النجوم والكواكب فلك، معرفة مواسم الزراعة حساب، بناء الأهرامات الهندسة، تشخيص الأمراض الطب، صناعة الألوان والأصباغ الكيمياء، عملية حفظ الموتى عن طريق التحنيط الطب، حصر الغنائم الحساب، صناعة العقاقير كيمياء. ونكمل أسئلة التميز. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. الصورة التي أمامك تدل على براعة المصري القديم. طبعا عندنا ده الفلك والنحت والهندسة، تمام. ده تعامد الشمس على وجه رمسيس. هندسة ده بناء، والفلك اللي هو التعامد، والنحت اللي هو نحت التمثال. 2. أي من الصور الآتية توضح آخر مراحل تطور بناء المقبرة عند المصريين القدماء؟ طبعا اللي هي كانت الهرم الكامل اللي هي الأهرامات الثلاثة. 3. تعد وحدة القياس المستخدمة عند المصريين القدماء الذراع وبديلها حاليا. الذراع ده اللي هو ايه بداله؟ المتر. 4. تعود المواد التي استخدمها المصري القديم للتحنيط دليلا على براعته في علم الكيمياء، لأن قلنا ان هي مواد كيماوية. ظهر تأثير المعتقدات الدينية على المصريين القدماء في العمارة من خلال الخامات المستخدمة في البناء، تمام، اللي هي المقابر والمعابد هما الاتنين اتبنوا من الأحجار. تشابهت المعابد الجنائزية ومعابد الآلهة عند المصري القديم في مواد البناء، برضو نفس الكلام زي اللي فوق. لم تصمد مساكن المصريين القدماء عبر الزمن بسبب الظروف البيئة ولا ضعف المواد ولا غرقها بالفيضان ولا تعرض الظلال؟ طبعا ضعف المواد المستخدمة لأنها بنيت من الطوب اللبن. الرسوم الملونة والتي ما زالت ببريقها حتى الآن في مقبرة الملكة نيفرتاري تدل على براعة المصريين القدماء طبعا في علم الكيمياء اللي هو صناعة الألوان. استخدم المصري القديم الحبر الأسود والأحمر في الكتابة دليل على براعته برضو. هنا ألوان وأصباغ، عندنا علم الكيمياء. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. تدل براعة المصريين القدماء في صناعة العقاقير من الأعشاب على تقدمهم في الطب خطأ. طبعا الكيمياء. يشترك فن النحت والنقش في بعض المواد المستخدمة صح. نجحت مقابر ومعابد الفراعنة في الصمود أمام عامل الزمن صح. بلغ فن النحت درجة كبيرة من الإتقان منذ نهايات العصر الفرعوني غلط. منذ بداية التاريخ.
بما تفسر قسم المصري القديم السنة لثلاث فصول زراعية، هنقول لكي تتناسب مع الدورة الزراعية. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. 1. أثرت العقيدة الدينية في تطور الحياة العلمية عند المصريين القدماء. يعني كأننا برضو نفس السؤال كان عدى علينا في الأسئلة اللي عدت. هنقول العلاقة، كأننا بنقول ايه العلاقة او أثرت ازاي الدين في العلوم. هنقول رقم 1، في مجال الهندسة بنوا المقابر من الأحجار بسبب اعتقادهم بالبعث والخلود. تمام. 2، هنقول برعوا في الكيمياء والطب وعرفوا التحنيط برضو بسبب اعتقادهم بالبعث والخلود. 2، ارتبط تقدم المصريين القدماء في علم الطب ببراعتهم في الكيمياء. هنقول حيث تقدم المصريين في علم الطب من خلال تشخيص الأمراض، وارتبط ذلك ببراعتهم بالكيمياء من خلال تصنيع الأدوية. يبقى عرفوا الأمراض في الطب وعالجوها بأن هم يعملوا لها أدوية في علم الكيمياء. كان النشاط الزراعي دافعا لاهتمام المصريين بالفلك والحساب. هنقول الحاجات الخاصة بالزراعة في الفلك والحساب. أول حاجة هنقول في علم الحساب قياس مساحة الأراضي الزراعية ومعرفة مواسم الزراعة وتنظيم مياه النيل. في علم الفلك توصل إلى تقسيم السنة إلى 3 فصول زراعية. 4، تضم مدينة الأقصر كل أنواع المعابد. احنا عندنا نوعين من المعابد، الجنائزية والآلهة. هنقول حيث يوجد بها معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري غرب الأقصر، ودي معابد جنائزية. 2، بها معبد الأقصر، ودي معابد آلهة. بعد كده بنقول ما تقييمك لمصداقية العبارة. استخدم المصريين القدماء علم الهندسة في بناء الهرم الأكبر. هنقول طبعا دي عبارة صادقة. ليه بقى؟ هنقول حيث استخدم المصريين القدماء الأشكال الهندسية فكانت قاعدة الهرم على شكل مربع، والأوجه الثلاثة طبعا بتاعته من الجناب على شكل ايه؟ مثلث. وبكده نبقى خلصنا التدريبات بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا كومنت جميل ولايك للفيديو، يا ريت لو تعملوا شير، واشوفكم في فيديو جديد.